الخطوة الأولى: كتابة أول كود لك. لنكتب معا أول كود بجافا سكريبت، افتح أي محرر نصوص مثل VS كود أو حتى نوت باد. أو إذا أردت البدء بسرعة، يمكنك استخدام وحدات التحكم الموجودة في المتصفح. الآن لنكتب console.log hello javascript. ماذا يحدث هنا؟ الجملة console.log تخبر جافا سكريبت بطباعة النص بين القوسين إلى وحدة التحكم. عندما تضغط على Enter، سترى الرسالة Hello JavaScript تظهر أمامك. ببساطة، هذا هو الترحيب الأول بينك وبين الجافا سكريبت. المكوايو great huvudtryck växeln dukaren bracelet. دعونا نبدأ بمثال صغير. Let name أعجى علي console.log مرحبا plus name. في هذا المثال قمنا بتخزين كلمة علي داخل متغير يسمى name. إذا حاولت طباعة الجملة، سترى الرسالة مرحبا علي. يمكن تغيير قيمة المتغير في أي وقت ليصبح لديه بيانات جديدة. هل تريد أن يجعل الكودكي يستخدم قارات؟ إنما تأتي دور الشروط. مثال: لنفترض أن لدينا متغيرا يسمى age وقيمته هي 18. إذا كانت القيمة المخزنة في age أكبر من أو تساوي 18، فسيتم طباعة أنت بالغ. خلاف ذلك يظهر أنت صغير السن. كما ترون، لأن قيمة age هي 18، فإن الرسالة التي تظهر هي أنت بالغ. إذا قمنا بتغيير قيمة age إلى رقم أقل من 18، سنرى النتيجة تتغير. الآن الرسالة التي تظهر هي أنت صغير السن، مما يوضح كيف يتفاعل الكود مع المتغيرات والشروط. لتكرار المهام نستخدم الحلقات. على سبيل المثال، يمكننا استخدام حلقة for لطباعة الأرقام من 1 إلى 5. كما نرى، الحلقات تسهل علينا التعامل مع التكرار وتنفيذ نفس الإجراء عدة مرات. تمكننا من التفاعل مع المستخدمين. لنفترض أن لديك زراً وتريد تنفيذ شيء عند الضغط عليه. عند الضغط على الزر، سيظهر تنبيه للمستخدم يقول تم الضغط على الزر. هكذا يمكن للأحداث أن تضيف التفاعل والحيوية إلى مواقع الويب الخاصة بك. حيواني يجعل الكودك صور مس السيو أتو أدلاس. هذا الكود بيقوم بفحص إذا كانت القيمة المخزنة في إيج أكبر من أو تساوي 18، فإنه يطبع أنت بالغ. خلاف ذلك، فإنه يظهر أنت صغير السن. لتكرار المهام نستخدم الحلقات. هذا الكود هيطبع الأرقام من 1 إلى 5 واحدا تلو الآخر. الحلقات تسهل علينا التعامل مع التكرار. الأحداث تمكننا من التفاعل مع المستخدم. عند الضغط على الزر، هيظهر تنبيه للمستخدم يقول تم الضغط على الزر. الأحداث تمكننا من التفاعل مع المستخدم. لنفترض أن لديك زر وتريد تنفيذ شيء عند الضغط عليه. الإعداد الأساسي هيكون Document Point Query Selector Button Add Event Listener Click Function iAlert. تم الضغط على الزر. هنا الكود يقول استمع إلى الحدث. كليك على الزر. عندما يحدث، قم بعرض رسالة للمستخدم. الخاتمة: جافا سكريبت ليست مجرد لغة برمجة، إنها أداة لخلق تجربة ممتعة ومؤثرة على الإنترنت. من تطوير الألعاب البسيطة إلى بناء واجهات أنظمة تفاعلية متقدمة، يمكن للجافا سكريبت فعل الكثير. والآن الكرة في ملعبك. ابدأ بتجربة الأكواد اللي علمناها اليوم، وحاول تطبيقها على مشروع صغير خاص بك. تذكر، كل المبرمجين الكبار بدأوا بخطوات صغيرة. إذا وجدت هذا الفيديو مفيدة، لا تبخل علينا بالإعجاب والمشاركة، ولا تنسى الاشتراك للحصول على المزيد من المحتوى التعليمي المميز. إلى اللقاء.